أهلا وسهلا في يومية النجوم. أطلقت مشهورة السناب شات في السعودية رهف القحطاني موجة جديدة من الجدل بعد حديثها عن قوانين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص العلاقات المحرمة. إلا أن تصريحات القحطاني لم تمر هذه المرة مرور الكرام كما سابقاتها، حيث أنها من المرجح أن تعرضها لعقوبات قد تصل إلى السجن ل5 سنوات. يلا حيهم. في مشهوره طلعت تكلمت تقول انه الهيئه رجعت بقرار جديد وهو انه اي اثنين يمسكون بخلوه شرعيه سيتم تزويجهم لمده سنتين والمهر لا يتجاوز 1000 ريال. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. وقد تنطبق عليها الماده السادسه من نظام الجرائم المعلوماتيه، قد تشكل سجن يصل الى 5 سنوات وغرامه الى 3 مليون ريال او احداهما او كلاهما على حسب ما يرى فضيله ناظر القضيه، لانها هيئه الراي العام تنطبق عليها نص الماده السادسه. انتبهوا من نشر الشائعات. حيث تناقلت حسابات وصفحات سعودية فيديو للمحامي السعودي مروان الجابري يوضح العقوبة المتوقعة لرهف القحطاني بعد بثها شائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة. وقد أكد الجابري أن ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، وقد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. شكرا جزيلا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، وإلى اللقاء.